هذه إذاعة إرنا. المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. من إذاعة إرنا الدولية في باريس أحييكم مرة ثانية، ونقدم لكم سادتي باقة برامجنا لهذا اليوم. في حلقة اليوم سادتي من البرنامج الخاص الذي نبدأ من خلاله برامجنا الخاصة بمناسبة الفاتح من سبتمبر في الذكرى 59، ويسرنا أن نفتتح برامجنا الخاصة بالمناضل الكبير الأستاذ محمود إبراهيم محمد أبو رامي، سيتحدث عن ذكرياته، وهو من الرعيل الذين التحقوا بالكفاح المسلح في بداية ستينيات القرن الماضي. في مستهل برامج هذه الفترة إلى حضراتكم سيداتي سادتي نشرة الأخبار، هذه عناوينها. معاقو حرب التحرير الإريترية يوجهون رسالة وطنية إلى الشباب في الداخل. عضو بارز في وزارة حكومة أسمرة يوجه نداء خاصا إلى قوات الدفاع الإريترية ويدعوها إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية. مصادر إعلامية في الداخل تؤكد أن مجموعة أسمرة تخطط لاختطاف إريتريين ناشطين من مدن السودان المختلفة. وفي النشرة أنباء عالمية. تفاصيل الأخبار من إرنا يقرأها عليكم أحمد شريف. هذه إذاعة إرنا. انطلاقا من مسؤولياتهم التاريخية، توجه عدد من مقاتلي حرب التحرير والثورة المقيمين بمعسكر دندن في أسمرة، توجهوا برسالة وطنية هامة إلى الشباب، أشاروا فيها إلى ملاحم وطنية هامة قام بها الآباء والأجداد لحماية البلاد وتحريرها من المستعمر الأجنبي. وأهبت الرسالة الوطنية الموجهة إلى الشباب بالبطولات التاريخية التي سطرها المقاتلون القدامى من جيش التحرير والجيش الشعبي عبر تضحياتهم الغالية ولسنوات طويلة، حتى تم تحرير البلاد من براثن الاستعمار الإثيوبي البغيض. وأشارت الرسالة، أي رسالة المقاتلين القدامى الموجهة إلى الشباب، إلى سياسة مجموعة هكدف تجاه الشباب الهادفة إلى مغادرة بلادهم والتعلق بآمال الخارج، حتى يتسنى للمجموعة التلاعب بمكتسبات الشعب وتضحياته الجسورة التي دفع من أجلها الغالي والثمين. ودعت رسالة المقاتلين القدامى الشباب إلى نبذ الهجرة والخروج الجماعي والفردي من البلاد، لأن هذه الحالة تساعد المجموعة غير الوطنية من تحقيق أهدافها الهدامة، مطالبة الشباب في الوقت ذاته إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية في الدفاع عن مكتسبات آبائهم وأجدادهم، سيما وأن مجموعة هكدف قد وصلت إلى منتهى غاياتها في طمس كل معالم الوطن والقضاء على قيم التضحيات، بل والتلاعب بها في وضح النهار. صرح أحد المسؤولين البارزين في وزارة خارجية أسمرة أن مهام ومسؤوليات قوات الدفاع الإريترية لا ينحصر فقط في التصدي للغزو الخارجي، بل يشمل الدفاع عن مكتسبات الشعب وتضحياته الغالية من أي قوى داخلية وخارجية تستهدف النيل من مكتسبات الشعب الثورية والنضالية. وأضاف المسؤول البارز في وزارة خارجية أسمرة أن من بين أولويات المرحلة الحالية لقوات الدفاع الإريترية هو بسط هيبة الدولة والنظام العام بحكم القانون والدستور. بالتالي فإن أهم دور ينتظر من قوات الدفاع هو القضاء على المجموعة الدكتاتورية في إريتريا التي لا يهمها إلا مصلحتها. وأشار المسؤول البارز إلى الدور الذي قامت به مجموعة من قوات الدفاع في دولة مالي مؤخرا، عندما قررت وضع نهاية لعربدة السلطة التي ظلت تتلاعب بمقدرات الشعب والنضال المالي، حيث التدهور الاقتصادي وعدم توزيع الموارد الوطنية بالتساوي. لذا قررت اتخاذ القرار الوطني المناسب في الاستيلاء على السلطة بقوة المسؤولية الملقاة على عاتقها، وأطاحت بالرئيس وسلطته الفاسدة. وأضافت أن مثل هذا الدور الوطني المنتظر ليس صعبا ومستحيلا على قوات الدفاع الإريترية الباسلة التي شهد لها التاريخ أنها سطرت أنصع البطولات في تاريخها النضالي الجسور. وذكر المسؤول البارز في ختام حديثه قوات الدفاع الإريترية وجنودها البواسل بتحمل مسؤولياتهم المتمثلة في وضع نهاية لسياسة الظلم التي تمارسها حكومة أسمرة.
تنشط مجموعة هيكدف غير الوطنية هذه الأيام في مد جسور التواصل مع دول الجوار العلنية منها والسرية بهدف تنفيذ جملة من المخططات غير الوطنية، وتأتي في مقدمة تلك الخطط وفق ما أدلت به مصادر عليمة القيام بعمليات اختطاف للإريتريين الناشطين في فضح فساد وأضاليل حكومة أسمرة من دول الجوار المختلفة. وأكدت المصادر الخاصة أن التواصل الحميم بين أسمرة الدكتاتورية والخرطوم غير المستقرة يهدف إلى تمكين عناصر نظام أسمرة غير الوطني في عدد من مدن السودان ومنها كسلا والقضارف وبور سودان للقيام بعمليات اختطاف للإريتريين الناشطين في فضح أعمال هيكدف داخل وخارج البلاد. وحذرت الجهات العليمة كل الإريتريين المتواجدين في مدن السودان آنفة الذكر خاصة الناشطين السياسيين إلى توخي الحذر وأخذ الحيطة قدر المستطاع، سيما وأن نظام أسمرة تغلغل في الشأن السوداني الخاص وبشكل أعمق في خصوصيات ولايات السودان الثلاث كسلا القضارف بور سودان، بما في ذلك محاولاته المستميتة في تحديد صلاحيات المجلسين في الخرطوم إلى غير ذلك من التدخلات غير القانونية في الشأن السوداني بشكل عام. في نهاية هذه النشرة، وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الثلاثاء الماضي إلى الخرطوم قادما من إسرائيل في أول زيارة لوزير خارجية أمريكي للسودان منذ 16 عاما. وقد التقى بومبيو في السودان برئيس الوزراء عبد الله حمدوك ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بحسب بيان لوزارة الخارجية الأمريكية. كما بحث وزير الخارجية الأمريكي في الخرطوم الدعم الأمريكي المتواصل لحكومة إنقاذية أو انتقالية ذات قيمة وقيادة مدنية والتعبير عن دعم تعزيز العلاقة بين السودان وإسرائيل. من جانبه كشف وزير الخارجية السوداني عمر قمر الدين جدول زيارة نظيره الأمريكي، وقال إن بومبيو أجرى منذ وصوله جلسة مباحثات مغلقة مع حمدوك بعدها التقى البرهان. وأوضح وزير الخارجية السوداني أن نظيره الأمريكي بحث خلال الزيارة التي انتهت في نفس اليوم مسألة رفع اسم بلاده من قائمة الدول الراعية للإرهاب. في ختام هذه النشرة سيداتي سادتي إلى حضراتكم عناوين النشرة. معاقو حرب التحرير الإريترية يوجهون رسالة وطنية إلى الشباب في الداخل. عضو بارز في وزارة حكومة أسمرة يوجه نداء خاصا إلى قوات الدفاع الإريترية ويدعوها إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية. مصادر إعلامية في الداخل تؤكد أن نظام أسمرة يخطط لاختطاف إريتريين ناشطين من مدن السودان المختلفة. أحمد شريف قدم لكم سيداتي سادتي نشرة الأخبار من إذاعة إرنا الدولية من باريس. لحظات وتتابعون البرنامج الخاص في الذكرى 59 لسبتمبر الثورة والنضال. السلام عليكم ورحمة الله. إذاعة إرنا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعون الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنرحب بكم في إذاعة إرنا الدولية من باريس، وفي هذه البرامج الخاصة اللي بتجيكم بمناسبة ذكرى سبتمبر العظيم في الذكرى 59. نسعد كثيرا ونحمد الله إنه نلتقي بالقادة والرعيل وقادة الركب والمناضلين. ومعانا اليوم الأستاذ المناضل محمود إبراهيم محمد أبو رامي من بيرث في أستراليا. أستاذنا العزيز حبيبنا الغالي أستاذ محمود، مرحبا بك إرنا الدولية من باريس. نعم، أهلا ومرحبا بالأستاذ الكريم الفاضل أحمد شريف، الصوت الإعلامي المجلجل لنصرة الحق وكشف الباطل وتسلطه للانقضاض على الهوية الوطنية. أنت ورفاقك في أرينا ندالكم مسموع، وأرجو أن أكون ضيف خفيف قدر ما أستطيع، وجزاك الله خيرا لإتاحة هذه الفرصة التي تقدر بثمن قال أن نخاطب شعبنا ونسمع ونستمع من رفاقنا قديمين يكونوا ولا جدد.
شكرا لك للإطاحة يا أخ. والله أنا أشكرك أستاذنا العزيز الفاضل المناضل محمود إبراهيم محمد أبو رامي. وأنا حقيقة والله مجرد ما اتصلت بالأستاذ محمود على طول وافق بكل ترحاب. ونحن كنوافذ إعلامية مهمتنا إنه نفتح النوافذ لهؤلاء المناضلين الذين أفنوا زهرة شبابهم وقدموا كل ما عندهم من أجل الوطن والهوية والشعب والاستقلال والحرية. أستاذ محمود، في مثل هذه الأيام ذكريات سبتمبر بتبرز أسماء في حياة كل إنسان، والأسماء في حياتنا نحن كثيرة، ولذلك يا ريت لو يعني ما هي الأسماء وأنت تجري هذه المقابلة، شنو الأسماء اللي بتبرز أمامك أستاذ محمود؟ تفضل. نعم، حقيقة لكل مشوار له خاصيته، وخاصية هذه المناسبة اللي هي الاحتفال بسبتمبر وذكرى سبتمبر المجيد هو ذكرى أسماء تبرز أمامي الرفاق الذين بدأوا معي الخطوة الأولى لاستيعاب معنى النضال ومعنى الثورة ومعنى العطاء ومعنى التضحية. مثل هؤلاء الأسماء، أولئك الذين بدأنا ونحن في بداية المشوار، أمثال محمد نور موسى، ده رفيقي كان تماما في الدراسة لما كنا في أسمرة، وبعدين انتقلنا إلى الميدان في المنطقة الأولى. سنة كم؟ هذا كان سنة 1965. 65. انتقلنا إلى المنطقة الأولى عبر القيادة الثورية آنذاك، وفي المنطقة الأولى بعد مضي كذا شهر أيضا رفيقي، وانتقلنا إلى التدريب في الدورة الثالثة إلى سوريا. أيضا أتذكر من هؤلاء الذين شاركوني مسيرة الحياة تلك الشهيد البطل عبد القادر رمضان، وكنا معا في المنطقة الأولى. أيضا الشهيد البطل حسن باشميل، أيضا المناضل الكبير جدا طاهر جبريل، أيضا الشهيد عثمان عجيب، أيضا المناضل محمد عثمان عزاز، والمناضل إبراهيم علي نور، والقائد محمود ديناي، والمناضل الكبير أبو شنب، دنقس أري، وإدريس قريش، حاج موسى، والقائمة والأسماء تطول يا أستاذنا الفاضل. ولكن في هذه السانحة يبرز أمام هؤلاء الأبطال، وأيضا يضاف إليهم المناضل إبراهيم قدم وعمر محمد ورعيل من هؤلاء الموجودين. أيضا لما انتقلنا إلى المرحلة بتاع تكوين حركة الإصلاح لجبهة التحرير الإريترية في عام 67، أذكر منهم أيضا المناضل عبد الله سليمان والشهيد سعيد صابر والمناضل سعيد باداود وإبراهيم علي نور، وأيضا عبد القادر رمضان وهرمون الجر وسيد الفاضل القائمة بالطول. وأنا أخشى أن لا أتخطى أسماء نعم. ربيت فيهم وتعلمنا منهم وكنا رفاق في مسيرة النضال. يا سلام. نعم سيد. يا سلام عليك. أعزائي المستمعين، أنتم مع إيرنا الدولية، ومعاكم المناضل الأستاذ محمود إبراهيم محمد أبو رامي من أستراليا في بيرث. وزي ما ذكر أستاذنا الفاضل أنه التحق بالكفاح سنة 65، وهذا احتفاء بهؤلاء الأبطال. أستاذ محمود، نعم. يعني الملاحظ أنه الأسماء اللي ذكرتها كلها كانوا رجال، يعني نعم. ما كان في من المقاتلات في ذلك الوقت من الناس اللي بتذكرهم حتى لو جو في المراحل المتأخرة. المراحل المتأخرة لو جو كانوا نساء كتار يا سيد الفاضل. ممكن كانت أمنة ملكين، ممكن كانت المرحومة الشهيدة فاطمة سعد الدين، كانت موجودة أدحنت، كانت موجودة عدد كبير جدا من النساء اللي كانوا صنوان مع الشباب في مسيرة العمل النضالي. نعم نعم نعم. طيب أستاذ محمود، أنت ذكرت أنه التحقت يعني بالميدان، خرجت من أسمرة،
أسمرة جيت سنة كم؟ أسمرة جيت أنا أولا مولود في أسمرة، وبعدين نتيجة الظروف اللي كانت موجودة انتقلت بأسرتي إلى مدينة كرم، وكنت ولدت وكنت ترعرعت في البدايات الأولى في كرم، ومن ثم انتقلت إلى مدينة أسمرة. مدينة أسمرة جيت سنة 61 و 62 والتحقت بمدرسة الجالية العربية. وفي مدرسة الجالية العربية تعلمنا ضمن الدروس اللي كنا نتلقاها، تعلمنا في سنة 62 63 مبادئ الوطنية بشكل سري من الأساتذة الأفاضل الذين تركوا بصماتهم في طلابهم، مثلا الأستاذ الشيخ محمد أيوة تفضل الأستاذ. من الأسماء المعلمين الأستاذ الشيخ محمود كان ملقب محمود كاسترو، أستاذ فاضل وعظيم. الأستاذ محمد صالح حامد، إمام وخطيب مسجد الشيخ عبد القادر ديلاني. نعم. والمدير المدرسة آنذاك الأستاذ محمد إسماعيل عبدو، والذي سبقنا إلى جبهة التحرير الإريترية وكان عضوا، انتظرنا عضوا في القيادة الثورية هنالك. هؤلاء وهذا هو أسمرة اللي كنا موجودين فيها، ونتيجة أنه تجرعنا بتوجيهات هادئة وسرية وعميقة من الأساتذة الأفاضل، والمآساة اللي كانت تعيش القضية الوطنية والاضطهاد والقتل والإبادة اللي كان يمارسها النظام، انطلقنا مباشرة إلى الانضمام إلى جبهة التحرير الإريترية، وبالذات بعد ما علقوا بعد الجثامين ثوارنا الأبطال دي كان يخلق فينا القوة. وأنا وكما ذكرت في الأول الأخ محمد نور موسى، واللي هو مؤخرا كان مسؤول مكتب الجبهة في مقديشو، أنا وهو مشينا وعن طريق تسني دخلنا السودان، ومن السودان جينا والتحقنا زي ما ذكرت لجبهة التحرير الإريترية، وبعدها بعثنا إلى دورة سورية وهكذا. سوريا كان 200 أستاذ محمود؟ نعم، سوريا كان بالضبط سنة 66. يعني قعدنا في المنطقة الأولى كم شهر بعد ما وجهونا فيها، وبعدين كانت تصادف وجود الدورة، ونحن كنا الدورة الثالثة، والتحقنا بالدورة الثالثة في سنة 1966. من تذكر من الدورة الثالثة في سوريا؟ الدفعة الثالثة بذكر منهم عدد موسى. الله يرحم موسى، الله يرحمه، وإن كان توفى وإن موجود. محمد عثمان داير كان، طاهر جبريل كان، كانوا عددنا كان في حدود 64 واحد. محمد عثمان أتذكر هذه المدة طالت، ولكن كان 60 كنا ستيدي. الدورة كانت شنو؟ دورة عسكرية طبعا، لكن تخصصت في حاجة معينة؟ جدا. أصل الدورة أولا تأخذ التدريب الميداني، التدريب العسكري. بعد التدريب العسكري وتؤهل تماما، بعد كده تقسم الدورة إلى مجموعات. التدريب العسكري خاص. التدريب العسكري هو أصلا كانت 2 سنين، والتدريب العسكري كان بياخذ تقريبا السنة الأولى، لأنه كنا كثورة بنحتاج إلى المسائل الميدانية، وهم كانوا يدركوا السوريين في ذاك الوقت حاجة الثورة الإريترية إلى المسائل العسكرية، فيدربون كانوا التدريب العسكري الكامل. التدريب وبعد نعم كان يتم ولا في الخلا؟ لا، هو برا، هو معسكرات خارج دمشق. نحن كنا في منطقة اسمها قطنة برا سوريا، فيها كان يتم التدريب، وده كان مشترك نحن والسوريين. يا سلام. نفس السوريين اللي كانوا ياخذوا، ولكن السرية الإريترية كانوا
عاملينها لوحده، نتيجة اللغة ونتيجة حتى البنية الجسمانية. نحن هم ما كنا واحد طبعا. أحجامنا زي ما تعرف كانت أحجام كثيرة، وحاجات كثيرة كانت موجودة، وحتى لا نحس بالغربة. كنا الإريتريين اللي يجوا يكونوا سرية لوحدهم. طيب جميل. طيب من المدربين من تذكر يعني على الأقل من باب الوفاء، يعني إذا قدرت تتذكر أسماء من القادة العسكريين السوريين من تذكر؟ والله ولو أن المدة طالت، واحد اسمه عبد السلام، الأسماء السورية الكثيرة جدا. ده العريف اللي كان مسؤول مننا تماما، وكان متأثر بأخلاقيات الإريتريين. والضباط اللي كان النقيب الأول اللي كان مسؤول أظن اسمه محمد النابلسي ولا محمد حاجة، كان المسؤول مننا كإريتريين في السرية بتاعنا. وبعدينك طيب الدورة طيب نحن بعد ما ناخذ الدورة الأولى أيوة في التدريب العسكري كلنا كمجموعة واحدة، وإن اختلفت مستوياتنا العلمية. أيوة. بعدها المكتب كان يشرف علينا تماما، والمكتب هو اللي كان مكتب الجبهة آنذاك، وكان يرأسه المكتب آنذاك المناضل إبراهيم إدريس محمد آدم، وهو كان طالب فيه، وهو كان المسؤول من المكتب. وكل مرة كان يزور الشيخ إدريس محمد آدم رحمه الله، مناضل الشيخ عثمان سبدة، وبعدين جاء المناضل السوداني سيد أحمد اسمه ولا نسيت، كان في المكتب عضو، بعدين كان حتى من اسمه. فلذا كل يوم الجمعة ننزل ونأخذ التعليمات والتوجيهات من المكتب. الزيارة يجي يدونا في نفس القرية ولا داخل المدينة؟ أيوة لا ندخل دمشق كلنا، أنه يخصص لنا عربات، كانوا العربات تجينا دمشق وننزل في فندق، ومن الفندق بعد كده نقضي ليلتنا اللي هي ليلة الخميس، والجمعة المساء الجمعة نرجعون إلى المعسكر ونقضي أسبوعنا بالكامل هناك. أستاذ محمود، ممكن نقول لك أدينا ملمح وصورة عن دمشق بالله كانت كيف في الزمن ذاك وانت جاي مرة دمشق؟ أيوة. كانت كذا خدتها دمشق كانت لا دمشق اولا نحن ذات فوجئنا، لان ما كان عندنا خلفيه حول الاسم الموجوده. كنا بنشوف اسمرة دي زيها في العالم ده ما موجود. اخواننا اللي ما كانوا زاروا اسمرة كنا نتباهى عليهم، ولكن لما جينا دمشق فعلا كما يقولوا دمشق الفحياء، بلد جميل وبلد راقي وبلد مبني، بلد قديم هو اصلا حبيبنا. فكيف انا اوصفه وصف من الصعب جدا، لكن كلنا كنا منبهرين استاذ الفاضل، لان كنا بنعيش مع طيبه وحنان الشعب السوري يرحب بنا، لاننا كاد نكون نحن السمر الوحيدين اللي يوم الجمعه ننزل كدورات. كانوا يقولون لنا اريتريا ما يقدروا ينطقوا، لكن كان يرحب بنا الترحاب الكبير جدا هذا الشعب، وكان يفخروا بنا كإريتريين يعني. فلذلك مدينة راقية جدا. جبل الشيخ لو تشوف انت جبل الشيخ ده حاجة كبيرة جدا، وفيه عمارات صراحة مدينة من المدن الراقية والمقدمة هي أنا ذاك يعني في الغالب استاذ محمود دائما الناس في الاعلاميين وفي المقابلات بيمروا مرور الكرام على اول ما يقول تلقوا تدريبات في سوريا ومن العراق مثلا، لكن ما بيقولوا شيء عن المناطق اللي تدربوا فيها ويذكروا فيها. حتى انت ذكرت لنا هسه المنطقه العسكريه اللي كنت تدربت. قطنة. نعم قطنة اسمها قطنة دي اقرب اسم ذاته اقرب للاسماء الاريتريه. نعم قطنة دي لما تقول هسه حتى بلغه التجرينيا قطنة زي ما تقول يعني اداره وحاجه بتاعت مؤسسه عسكريه. أي منطقه بقى عسكريه كبيره، وتحت منا كان بمسافه كم كيلو
جبل الشيخ، وجبل الشيخ ده اللي يطل مع إسرائيل في المنطقة، جبل استراتيجي جدا. صراحة وكنا ناخذ هذه الدورة بذاك البرنامج الدقيق، وكانوا يخلقوا مننا قوة حقيقة. الإخلاص السوري والعطاء السوري، نحن صراحة إيش نقول على هذا النظام الجاحد؟ المفروض أن نوقفه وقفة إكبار وإجلال وشكر وتقدير لهذا البلد العظيم. كانت سوريا نعم. يعني بعد 91 أستاذ محمود، نعم. كانت سوريا من الدول العربية الأوائل اللي سل سيفه النظام على رقبتها وعاداها معاداة. نعم. طبعا هو حارب كل الأنظمة العربية، لكن نعم. سوريا، وأنا أتذكر سنة 92 الكلمة اللي قدمها مندوب سوريا في ميدان الفاتح من سبتمبر في أسمرة، وقال بالحرف يعني قال إنه أنا الوقت ذاك كنت بتابع، ما كنت مكلف بالتغطية، فقال إنه تحرير إريتريا هو بوابة لتحرير فلسطين. نعم. والله قال هذه الكلمة، العبارة القوية. وبعديها شهور بس وانقطعت العلاقات، ويلا وقامت الحرب الإعلامية على سوريا الشقيقة، ومن ثم السعودية ومصر ما خلى حاجة يعني. نعم. لا يا حبيبنا، يا حبيبنا، هذا ليس بشيء قريب على هذا الرجل المسلط علينا. هذه سلوكياته ناكر للجميل، هذا أخلاقياته التي تملى عليه. هذا الرجل ده يا أخي استقبل لما جانا، استقبل استقبال غير عادي جدا، ومباشرة أرسلوه إلى سوريا وأكرم بشكل غير عادي، متجه مع رفاقه اللي كانوا المفوضين السياسيين إلى الصين. هذا من المفروض أول من يشيد إشادة كبيرة جدا لسوريا. سوريا أدت. أول مرة شفت الراجل ده 200. أنا شفته، وردا على سؤالك ولو أن كثير ما أحب أقول الأشياء دي، أول مرة أنا شفته. سؤال وين جميل. حاور أستاذ. أول مرة هذه الشخصية، وهو ذات شخصية قامدة كان، وما كان معروف في الإعلام. جاء من اسمه، وجاء الله يرحمه الشهيد سليمان آدم سليمان في هيكوتا، استقبلوا بناء على التوجيه اللي جاه من أسمرة، ووصلوا القيادة الثورية، وجاء في القيادة الثورية في كسلة، وآنذاك كانت في دورة يجهزوها، وهو والأربع الرفاق اللي عنده شكين الله يرحمه، رمضان محمد نور، وأحمد إبراهيم، وأحمد آدم عمر. الخمسة ديل الخمس مناطق هو من ضمنهم أضافوه ومشى هناك وأخذ دورته ورجع. طيب وجها لوجه زي ما قاعد تسألنا دلوقتي، نحن في سنة نهاية 67 بداية 68 الوضع بتاع الحرائق والظروف اللي مرت بها الساحة وجبهة التحرير كان دفعنا، ولو أن الحتة دي إصلاح حركة التحرير إلى حركة جبهة التحرير موضوع شيء طويل هو ومهم هو جدا، يا ريت لو نفرغ له ونتكلم عنه. هنديها حلقة، لأنه حركة الإصلاح دي برضو الإعلام الإريتري ما بيهبش كثير، يمر عليها مرور كليا. نعم. لذلك نديها حلقة. نحن عملنا كالآتي يعني. بعد ما قدرنا نوصل إلى طور تعبئة الجماهير وتعبئة المنادلين، ما بصدد الحديث عن حركة الإصلاح. لا ما أنا جايك في النقطة، ما قاعد أتكلم في حركة كويس. نحن بس سألتنا سؤال أنت شفته وين؟ أيوة، فأنا قاعد أجيك فيها، شفته كيف يعني؟ جميل. كيف صادفتك محمود أنا هذا الرجل ده وهو منادل في بدايات الأولى. جميل. نحن بقى كنا وصلنا طور متقدم في هذه المسائل ده، وبعدين كنا مشكلين اللجنة المركزية لتوجيه العمل الإصلاحي وانفتاحه. سمعنا بوصول الدفعة بتاع المفوضين السياسيين إلى السودان من الصين، وكلفنا من اللجنة المركزية للإصلاح الشهيد عبد القادر رمضان وأنا
واعوذ بالله من انا والمناضل الكبير عبد الله سليمان والاخ المناضل سعيد باداود ان نقابلهم وننورهم على الحقيقه الموجوده في الساحه الميدانيه والسودانيه. اوكي. هنا بقى في كسلة في منطقه ابو خمسه جينا وقابلناهم، وكان قابل الشهيد محمود شكيني واحمد ادم عمر، وقابلنا الثلاثه ولحظتها شفنا حاجه اسمها السياسه في الأرض. كويس. رجل عبوس طويل القامه لا يتحدث، مستمع تماما. رمضان محمد نور واللي يدوط وياخذ مننا، ونحن كمان كان عندنا على مستواه والاخ الشهيد سعيد سابر والحديث ده. هذا الرجل تلفظ بكلمات قليله جدا وهو غضبان، قال لنا والله وتردئنا يلنا نحن وين قناتاتنا ميدان سوريا تزرعنا دحان حجز قناتات دي نسيئهم مرحتي زوباتات لو مناطق نسألكم رؤيائنا. قال لنا والله كلنا استنفرنا فيه، معلش بعدين اذا كان في مجال لحكي هذه الاصلاح كان كيف ذاك موضوع ثاني هو، لكن هنا شفته لمده ساعات قليله هي جدا. ولما خرجنا باختصار اقول لك قلنا له يا اخوان لا قال هذا الرجل ده وراه شر، لانه وراه تعالي والمتعالي وراه شر. شوفوا نحن ابرياء لا كان عندنا تقييمات. هنا بقى انا قابلته مع الاخوان اللي ذكرتهم لك في مدينه كسلة ابو خمسه، ونحن في اصلاح جبهه التحرير الاريتريه ما كانت تعانيه. جميل. طيب خلينا نرجع هسه لسوريا استاذ محمود. نعم حبيب. يعني بعد ما كملتوا التدريب العسكري كان في دوره برضه سياسيه مش كده؟ حتى اللي يحصل كالاتي: الدوره انتهت، يجي كان مكتب الجبهه وقائد من عضويه المجلس الاعلى ويقدم التخصصات المحتاجين لها للميدان. هذه التخصصات تقدم لهم. ممكن كان عندنا تخصص المقاوير. المقاوير هم الوحدات العسكرية اللي تتدرب تدريب خاص في المسألة العسكرية، النشاط العسكري. في مقاوير كنا نسميهم في سوريا. دي الواجهات دي واحدة هي. الناحية الثانية التمريض. الناحية الثالثة سلاح الإشارة اللي هو اللاسلكي وطوابعه. الناحية الرابعة بما أن الميدان وما فيه تقنيات فنية كان في الرحبة، هم باسمهم يقولوها الرحبة، نحن في الميدان كنا نسميها التفشقي، واللي هو إصلاح الأسلحة التي تعطب أثناء مسيرة الجبهة. كويس. لا مفوضين سياسيين، وده ما كان تدريب سياسي، كله يتعلق بالعمل النضالي الميداني فقط. هذه هي الأشياء التخصصات الأربعة اللي كنا مدينا لها. جل الدورة اللي كانت موجودة كانوا اختاروا ووجهتهم أيضا بنتيجة البنية والمسائل المقاسات التي، لأن التدريب عسكري جاد هو وقوي، فمعظمهم مشوا في المقاوير. بعدين كان عندنا التمريض أيضا، عدد كبير جدا مشى منهم في التمريض لحاجة الميدان إلى الممرضين. وبعدين سلاح الإشارة ولا هو اللاسلكي المحمول والأدوية الأجهزة اللي كانت موجودة آنذاك، والسلاح إصلاح السلاح يعني. جميل. هذه هي التخصصات. حضرتك تخصصت في شنو؟ أنا تخصصت في سلاح الإشارة، هم اللي كانوا يوجهوا بالذات سلاح الإشارة وموضوع التمريض. القائد أو الإدارة العسكرية هي اللي كانت تختار من الامتحانات اللي كانوا يعملوها لنا. نعم. أعزائي المستمعين، لا زلتم مع المناضل الكبير أستاذنا محمود إبراهيم محمد أبو رامي، ويتحدث عن سبتمبر وفي ذكريات. نحن في رحاب سبتمبر الذكرى المجيدة. طيب سلاح الإشارة التدريب أو الدورة كان يعني فيها نظري وتطبيقي وكذا؟ بالضبط، فيها نظري وفيها تطبيقي، وتأخذ هذه الدورة كاملة
وكيفية استخدامه. الجهاز اللي يتحمل على الظهر هو نتيجة حركة الميدان، وكيف أنت ترسل الرسالة وكيف تستقبله وكيف كل المسائل اللي تتدرب عليه تدريب كامل. طيب الآن نقول تخرجتوا، أول منطقة يعني وصلت كانت شنو في الميدان بعد ما تخرجتوا؟ والتخريج أيوة. كيف نظامه كده أستاذ أبو رامي؟ برضو خدت أنا في التخريج القادة جوكم، كان في كلمات، في قادة باسم المتخرجين كان في كلمة وكده جدا على طول الدورة كلها. أولا كان عندنا شوية جزء من العددية اللي كانت وصلت، الجزء اللي مدتهم كانت مختصرة، ديل على طول سافر. لكن ديل التخصص بتاعتهم كان يحتاج إلى مزيد من الزمن، استمروا. ولكن بصفة الدورة الثالثة اللي كان اسمها لهذه الدورة الثالثة كان في احتفال تخرج عام. هذا التخرج العام طبعا بترتيب المدرسة وبالحضور والتنسيق مع مكتب الجبهة. وبعد كده إن صادف، وكثير ما كان يصادف، إحدى أعداء المجلس الأعلى، ممكن إدريس محمد آدم أو أسماء صدي أو إدريس جلايدوس، غالبا ما يكونوا يمروا وهم في جولاتهم الخارجية، وإذا صادف أو يمد لهم الفطرة حتى ممكن يشاركوا، فيكون في احتفال. والسوريين بالذات الجيش اللي كان موجود، الحفل يكون راقي وكبير جدا، وتعالي ويقول يا أخي نحن جاهزين نمشي معاكم. هذا هو. فكان رائع جدا في كلمات. طيب من كل الاحتفال نعم. الاحتفال من القيادة الإريترية مين شرفكم يعني؟ والله قبلها بشوية الشهيد عثمان سبة كان جانا، وهو كان مشى مع الشهيد أيضا إدريس جلايدوس إلى الصين، الله يرحمه. نعم. وبعده الله يرحمهم جميعا من الصين وهم راجعين نقلوا لنا التجربة وكيف الصين والشعب الصيني والانضباط، تعبئة قوية جدا أدونا. وبعدين كان التخريج على الأبواب، فوعدهم كان المرحوم الشهيد عثمان سبة خلاص قال لي أنا حأرجع وأشرف على التخريج بتاع الدورة الثالثة هذه، لكن يبقى عليه مشاكل وما مكنته. لكن احتفلوا بنا لأنه يحتاجوا إلى مواقع أن نحن كنا موجودين فيها، وبالتالي ما حضروا إلا المكتب إدريس اسمه إبراهيم إدريس محمد آدم مسؤول المكتب، والأخ السوداني والله خانت الذاكرة مين حمد مين حمد اسمه كان موجود حتى معنا نظام أسمر في الأخير كان حتى ما مين حمد اسمه نسيت اسمه حتى. خليفة سيد أحمد؟ مش خليفة الصحفي. لا ذاك المفكر حاج حمد. أيوة حاج حمد، الله ينور عليك. حاج حمد ده طبعا سنين كله كان قاعد في دمشق، وكان مسؤول تقريبا من مسألة القضية. أبو القاسم حاج حمد. ها؟ أيوة نعم، أبو القاسم حاج حمد، الله ينور عليك. معلش حبيبي 70-60 سنة نسينا. طيب أستاذ محمود، ومن القيادة القطرية السورية شرفكم طبعا قيادات عسكرية عليا. المعسكرة المسؤولين من هذه الدورة دي هم اللي كانوا جايين معنا. نعم. لأن عسكريين اللي كانوا جايين مسؤولين من القسم، لأنه الجيش ده مقسم هو دوائر، أي دائرة هي، لكن ضباط كانوا مليانين الحاضرين لده. كذا هسي لو سألنا عن أبو القاسم حاج حمد رحمة الله عليه، يعني علاقته بالثورة الإريترية والوقت ده كان يعني عضو قيادة كان ساعتها كده، كلمنا عنه شوي. لا ما كان عضو قيادة، كان في المكتب من ضمن المتعاونين، وكان عنده خبرة كبيرة جدا في هذا العطاء، وكان عنده الإخلاص الكبير أيضا في هذا المسألة دي، كان ما يشوف نفسه هو منعزل عنه، كان يشرف على المكتب ويشرف على النشاط والاتصالات اللي كانت موجودة في دمشق وخارجها.
رجل شخصية كان له دور كبير جدا في حدود. مفكر يعني. نعم 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 نعم. يعني وعارف المنطق اللي في أريتريا. نعم ما في شيء. أيه. طيب أستاذنا محمود إبراهيم محمد، حنختم هذا اللقاء الآن بأول منطقة اتوجهت لها بعد التخرج مع رفاقة. تمام. فأقول نعم ولا حتختم؟ لا أيوة أقول. تحكي لنا. مجرد ما جينا أولا نحن ونحن جايين إلى سوريا كان صادف الانقلاب في سوريا. ما أتذكر أي منهم اللي كان عمل انقلاب في سوريا، وتم حجزنا في جدة كل الدورة. وانضم إلينا كثار من الرفاق من اللي كانوا مقيمين في السعودية وانضموا للدورة. بالوقت الخط السير كان عن طريق سوريا اسمها جدة. كويس. هنا لما رجعنا كلنا ما عدا اللي سبقونا في السفر سيد الفاضل جينا وعلى طول إلى جدة، ومن جدة رأسا إلى السودان كل الدورة بمختلف التخصصات اللي كانوا موجودين فيها. جينا إلى السودان، ومن السودان رأسا من الخرطوم وجهنا قطر والبتاع ده به، ووصلنا إلى كسل واستقبلنا منصور كحساي هناك مسؤول التوجيه بتاع الجنود. وقبل ما نتجه هناك طبعا القيادة الثورية اجتمعت وعرفت نتائجنا من هناك، مرسل لهم تخصصات التي والقضايا تتعلق به، وتم توزيعنا. بعد ما كملتوا سنتين مش كده؟ خلاص بعد ما كملنا كل الدورة بتاعنا ده وجينا، وكل واحد القائمة والش اسمه كان موجود مع القيادة الثورية، جاهم من هناك عبر المندوب المسؤول التي جينا هناك. القيادة الثورية التقت ووزعتنا على المناطق. وين كان منطقة؟ وأذكر منهم الشهيد الزين ياسين هو اللي كان يشرف على مسألة التوزيع إلى المناطق آنذاك، ذات المناطق الأربعة غير فصيلة المساعدة وهيئة التدريب، ودي ما كان شمل إلا في التفشي اللي قلنا بتاع تصليح السلاح في جهات تصليح السلاح اللي كان موجود في المنطقة الأولى. من ضمن التوزيع اللي كان موجود جمعونا وقالوا لنا فلان منطقة كده وفلان في المنطقة كده. أنا ورفيقي محمد نور موسى تصادف أنه هو المسؤول حيكون من إدريس تفشقي اسمه اللي كان مسؤول من تصليحات سلاح في هذه المنطقة دي، وانضمينا للمنطقة الأولى. نحن بقية الرفاق مشوا للمناطق الثلاثة الثانية الثالثة والرابعة والثانية والخامسة لسه أياميها كانت بدأت واستلمتنا نحن لما رجعنا يعني. نعم. ما كانت متكاملة. فحنقيف في المنطقة الأولى أستاذنا العزيز المناضل الكبير محمود إبراهيم محمد أبو رامي. أنا أشكرك باسم كل المستمعين وباسم الرعيل وباسم الشهداء، يعني نقدر ونجل جهدكم جميعا ونترحم على الشهداء وكل المغاوير وغيرهم. وفي نفس الوقت برضو والله نشكر سوريا شعبا وحكومة. يا الله يا الله بما قدموه. يأتي يوم إن شاء الله يا الله تعيد هذه المكرمات إلى الشعب السوري الشقيق. نعم. ونحن في هذا الشهر هو شهر الوفاء، ولا بد أن نذكر محاسنهم ونذكر وقفتهم مع الشعب الإريتري. إن شاء الله سنكمل الحديث في الحلقة القادمة، وحنبدأ مباشرة بحركة الإصلاح في جبهة التحرير الإريترية، كيف بدأت وشنو المشاكل والتحديات. إن شاء الله. فتسمح لنا إن شاء الله بس الحلقة أيوة نعم الحلقة. طيب نحن نكمل الحلقة ونودع المستمعين. نستسمحك أستاذ محمود جدا جدا يا حبيبي. نودع المستمعين ونقول لهم إن شاء الله نلتقي بكم في الحلقة القادمة. نعم إن شاء الله. في هذه المقابلة محدثكم أحمد شريف، وتحياتي مع زملائي فتحي عثمان وبنيام سمعون،
وتحية مجددا من ضيفنا الكبير لكم الأستاذ محمود إبراهيم محمد أبو رامي. شكرا لك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه إذاعة إرنا.